يعني من نوع البلد اللي فيه استقرار وفي كل كويسه ومحترمه والناس تحافظ على البلد. مش وايه رايك في الاجانب اللي طلعوا بره مصر؟ لا ده مساوي للادب. لو احنا اللي جاسوس على بلدنا يجي نعمله وبعدين يدوا سلامة طبيعي نقعد نمسك امه هنا في البلد. تمام. والطياره الحربيه اللي دخلت وخدتهم من قلب المطار كده من غير تصريح دخول ونزولها المطار ده مهزله. ايوه مهزله ده اصلا واحد مقيل. لو احنا ايه بقى بس اي كلام بقى يدخلون بقى يحتلونا بقى بعد كده بقى ما عادش حد ما حدش يعمل كده يا حاجه. كرامة الإنسان المصري قبل الثورة وبعد الثورة، حاسس إن كرامة الإنسان المصري رجعت تاني ولا لسه زي ما هي؟ لا الاحترام المصري لازم يكون في العالم كله. أيوه. لازم الكبير والصغير يعرفوا. غير كده ما هوش احترام يبقى احنا نضرب بالجزم بعد كده. طيب أنت رأيك إيه في الأيام اللي جاية ده أو هتنتخب مين لرئاسة الجمهورية؟ والله لسه بقى من الأحسن والأنسب للبلد هنتخب. ما فيش من المرشحين حد قدامك؟ احنا هنشوف هو اللي بينتخب يعمل ايه. المنتخب ده يدينا الرؤيه بتاعتنا عشان ننتخب. تمام. هنعمل ايه؟ هيعمل ايه للبلد؟ لكن نقعد بقى نجيب واحد ايه وزارته الامريكي يقول لك شمال شمال يمين ده بالدلدول بتاعها لا. تمام. انت شايف ايه بالنسبه لبكره لمصر؟ شايف ان في استقرار والله جديد وربنا يولي من يصلح. امين يا رب العالمين. وبالنسبه للمحاكمات بتاعه الشباب الثوره والضباط كل ضابط في اي مكان طلع براء، حتى محمد السني اللي كان محكوم عليه بالاعدام دخل سلم نفسه وطلع براء. والله احنا دلوقتي بنعرضنا عرفها دين العدل كل حاجه. تمام. العدل في الدين وعدل في الانسان لازم يكون احترام، لازم الاحترام الكبير والصغير. في عدل يبقى الانسان ما فيش عدل يبقى عم طيبين. ماشي ربنا يخليك.